يا أخي في قصة ذكرها الصحفي حسين الذكر والله شدني، يلخص حال البصرة وناس البصرة. يقول على الكورنيش، اسمع، يقول على الكورنيش كان ولد وقفنا، يقول نبي نشرب شاي، وكان في ولد غلام صغير كأنه قبيسي الحداثة وكان أصيلا في سيا. يقول رحنا نشتري منه، يوم درى ان احنا مش عراقيين قال ما اخذ منكم شيء، ما اخذ منكم شيء. ليش؟ خليني اقول لك بعد هذه الكرة الخطيرة للعراق كرة خطيرة علي فايز غرغام تتكلم عن مسافة 25 26 غرغام. الولد ايش قال معيب ان اخذ منكم اجرة شربة شاي، واضاف تشرفوني في بيتي ويسفرح بكم اهلي ويحتفي بكم اقاربي. يقول فسفرتنا ممدودة كل على حين منذ الخليقة، وما حبتنا السماء وستبقى معطاء ابدا برغم كل البلاء حتى القيامة. وما تعني كربلاء. هذا البصراوي، هذا هو العراقي. نعم تبي كرم، يعني اللي جاي ما يبي يجي كاس الخليج يتابع المباراة، انا اقول له تعال مو بس تشوف، لا ناقصك كرم تعال اشرب كرم، ناقصك السخاء تعال اشرب سخاء، ناقصك وفا تعال اشرب وفا، والله لا أجامل في ذلك. نعم هكذا هم أهل البصرة، اللي يشرب من شط العرب عروبة واللي يتجذر من جذع النخلة. ايش تبي منه؟